السلام عليكم ورحمة الله. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور اسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة، السؤال النهاردة عن السرة وغيار السرة وفتق السرة اللي بيكون موجود عند حديث الولادة. بالنسبة للسرة، بالنسبة لحديث الولادة الغيار عليها بيكون بكحول فقط، او في اسبريهات كتيرة شبه الكحول فيها مواد تانية مع الكحول في الصيدليات، بنغير عليها من فوق ومن تحت، وبنحاول نخلي الحبل السري والمشبك بره البامبرز مش من جوه البامبرز. وهي بتقع في خلال 4 ايام لحد 28 يوم، مفيش اي مشكله خالص. لكن ساعات بعد ما بتقع بنتلاقي في ارتفاع او في جزء مفتوح في عنق السره كده، بنحسه حاجه طريه وبتعمل صوت وكده، وده ممكن يكون فعلا فتق سره. وده غالبا بيروح من 6 شهور لسنه لحد سنتين، بيختفي اذا كان هو حجمه وشكله طبيعي، مش حاجه كبيره وكده. هل ان انا لما احط لزقه السره او حزام السره عليه ده بيخليه يتحسن؟ الاجابه مش هتفرق كتير، بل بالعكس. يعني ممكن في ناس كتير بتعترض عليها علميا، وبالتالي هو كده ولا كده ان شاء الله بيروح بتاع. طب هو ايه الفتحه اللي موجوده عند البيبيهات؟ الفتحه دي عباره عن الفتحه اللي بيمر منها الاورده والشرايين والحبل السري بتاع اللي كان بيغذي البيبي. احيانا بتتاخر في القفله بتاعتها، لكن في الاخر من 6 شهور سنه سنتين ممكن تلاقيها قفلت وما تحتاجش تدخل جراحي، بتحتاج متابعه. مش هيفرق معانا الحزام ولا هيفرق معانا الزرار بتاع السره. مهم جدا ان احنا نحاول نخلي البيبي برضو على قد ما نقدر ما يحزقش كتير، ما يبقاش عنده مغص وهكذا. اوكي، اطيب تمنيات لحضراتكم واطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.